بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أبنائي طلبة وطالبات مرحلة الشهادة الثانوية، أحييكم في يوم جديد في حلقة جديدة من دروس مادة الرياضيات. نبدأ الآن بشرح بعض الأمثلة ما أخذ دراسته في الحلقة القادمة. في الحلقة السابقة قد أخذنا ما يسمى بمعدل التغير، وتعرفنا على ما يسمى بمعدل التغير وكيف نتعامل مع مسائل معدل التغير. اليوم إن شاء الله سوف نزيد بعض الأمثلة المختارة من أسئلة الامتحانات النهائية التي أتت في سنة 2013-2014 للمستوى العلوم الأساسية. نبدأ بالمثال الأول. السؤال الأول يقول: حجم مكعب. أيوة، حجم مكعب معناها نتوقف شوية. كلمة حجم مكعب معناها نتعامل مع قوانين المكعب. نعلم أخي الطالب أن حجم المكعب شو بيساوي؟ مظبوط، هو عبارة عن طول الضلع في نفسه 3 مرات أو الطول في العرض في الارتفاع. ولنفرض حجم المكعب أو طول ضلع المكعب هو لام كما أعطاني في المسألة، فنقول حجم المكعب في هذه الحالة بيساوي لام تكعيب. تمام. السؤال يقول: نعود: حجم مكعب يزداد بمعدل، واحنا قلنا كلمة يزداد شو معناها؟ معناها بالموجب، بمعدل 3 سنتيمتر مكعب على الثانية. كلمة معدل احنا قلنا في المرة السابقة شو تعني؟ معناها دال حاء على دال نون. يعني من معطيات المسألة أول شيء هو أعطاني دال حاء على دال نون شو بتساوي؟ أعطهاني ب3 سنتيمتر مكعب على إيه؟ على الثانية. حجم مكعب يزداد بمعدل 3 سنتيمتر مكعب على الثانية. كويس؟ هذه دال حاء على دال نون. فإن معدل زيادة المساحة معناها طالب مني المساحة. شو طالب المساحة؟ أي وجه، معناها بنتعامل مع مساحة الوجه الواحد. لاحظ أن المكعب يتكون من 6 أوجه. مساحة الوجه الواحد ليكن طول الحرف هو لام، فيكون مساحة الوجه الواحد هو لام تربيع. الآن المطلوب مني معدل زيادة أي وجه من أوجهه، يعني هنتعامل مع مساحة الوجه وليس مساحة الوجه وليس مساحة السطح الكلية للمكعب، فبالتالي تأخذ الحيطة والحذر عند قراءة السؤال. إذن فإن معدل زيادة مساحة أي وجه من أوجهه عندما يكون لام تساوي 6، عندما يكون طول الضلع بيساوي 6 أو طول أحد أحرفه بيساوي 6. كويس. إذن أعطاني هو دال حاء على دال نون بيساوي 3، هذا المعدل. عندما يكون لام يساوي 6 معناها أيضا لام من المعطيات بتساوي 6 سنتيمتر. نأتي الآن للحل. قانون الحجم، حجم المكعب شو بيساوي؟ مظبوط، حاء بتساوي لام تكعيب. تمام. نقوم بإجراء التفاضل ضمني كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. نقوم بإجراء التفاضل ضمني. حاء شو تفاضلها؟ دال حاء على دال نون. تمام. دال حاء على دال نون تساوي لام تكعيب. شو تفاضلها؟ مظبوط، زي ما قلنا ننزل الأس ونقص 1 من الأس هتصبح 3 لام تربيع في دال لام على دال نون. وقلنا هذه أيضا تقوم بإجراء إيه؟ دالة في الزمن، فنقول دال لام على دال نون. الآن دال حاء على دال نون معطى 3 تساوي 3 في لام تربيع. لام تربيع اللي هي 6 تربيع بكم؟ 36 ضارب دال لام على دال نون، هذا مجهول. بالقسمة طرفين في وسطين يبدأ دال لام على دال نون هتساوي 1 على 36، علما بأن كلمة يزداد معناها بالموجب، معناها وضعنا دال حاء على دال نون بالموجب، وبالتالي تحصلنا على دال لام على دال نون بتساوي 1 على 36. الآن المطلوب مني المطلوب مني معدل زيادة الوجه. الوجه مساحة الوجه الواحد شو قلنا احنا؟ مظبوط، هي عبارة عن مساحة مربع، وبالتالي مساحة المربع هي عبارة عن لام تربيع. مساحة المربع بتساوي لام تربيع. نقوم بإجراء التفاضل ضمني لأن ميم دالة في الزمن ولام دالة في الزمن. ميم تفاضلها دال لام على دال نون. تمام؟ لام تربيع ايش تفاضلها؟ 2 لام، هننزل الأس ونقص 1 من الأس هتعطينا 2 لام في دال لام على دال نون، كما تفهمنا أن ميم وميم ولام دوال في الزمن. إذن دال ميم على دال نون تساوي 2 ضارب لام اللي هي كم؟ أعطاني في المسألة ب6 ضارب دال لام على دال نون وجدناها من السؤال من الفقرة السابقة اللي هي 1 على 36، وبالتالي بعد الاختصار هتساوي 1 على 3. بعد الاختصار نتأكد من الإجابة. 6 فيها 1 على 6 فيها 6
على 2 فيها 1 على 2 فيها 3. إذا الإجابة معدل زيادة الوجه الواحد هي عبارة عن ثلث سنتيمتر مربع على الثانية لأن مساحة. بهذا أكملنا السؤال الأول. هذا السؤال قد جاء في سنة 2013-2014 علوم أساسية. نأتي الآن لمثال آخر. المثال حتى هو في سنة 2013-2014 العام الماضي لمرحلة الشهادة الثانوية، مش الشهادة الثانوية عفوا، لمرحلة العلوم الأساسية. السؤال يقول مستطيل طوله ضعف عرضه. الآن لنتفهم الشكل مع بعض. كلمة مستطيل معناها بنرسم مستطيل. كما نعلم المستطيل له مواصفات، له طول وله عرض. الطول أطول من العرض. أعطاني مواصفات، قال لي مستطيل طوله ضعف عرضه ينكمش بالبرودة. كلمة ينكمش شو معناها؟ معناها يتناقص، وما دام يتناقص هيكون في هذه الحالة إيه؟ بالسالب. هنا قال لي إيه؟ حجم مكعب يزداد، معناها يتزايد بالموجب، وبالتالي هنا قال لي إيه؟ ينكمش يعني يتناقص. بما أنه هو إيه؟ ما قاليش يتناقص، لكن هنا بمصطلح كلمة ينكمش ويزداد نعرف المصطلح أو نعرف الإشارة بالموجب أو بالسالب. كويس، هنتفهمنا أن كلمة ينكمش شو تعني؟ تعني تناقص، بحيث ينقص العرض بمعدل 0.05 سنتيمتر على الثانية. فإن معدل النقص في المساحة عندما يكون العرض بيساوي 10 سنتيمتر يساوي، أعطيني خيارات 3 2 3 2. لاحظ في تغيير الوحدات سنتيمتر على الثانية تربيع، أعطيني هنا 3 سنتيمتر مربع على الثانية، فهنا طبعا لازم أركز على الوحدات. لنبدأ الآن بتحليل السؤال خطوة خطوة. مستطيل، رسمنا المستطيل، تمام؟ متفاهمين هيك؟ كويس. طوله ضعف عرضه، ليكن عرضه هو س. طوله ماذا يكون في الحالة هذه؟ قال لي ضعف عرضه، معناها بيكون هذا عبارة عن ايه؟ 2 س، لأن الضعف. لو قال لي 3 أضعاف ماذا نقول؟ 3 س. لو قال لي ثلث ارباع عرضه معناها ثلث ارباع، وهكذا. هذه مصطلح لازم نفهموها، هذه عارفينها ايه من سنوات سابقة. طيب قال لي مستطيل طوله ضعف عرضه، احنا فرضنا ان العرض هو س، الطول شو بيكون؟ ضعف اللي هو بيكون 2 س، تمام؟ قال لي ينكمش بالبرودة بحيث ينقص العرض اللي هو س بمقدار 0.05. كلمة ينقص يعني والمقدار سنتيمتر على الثانية، ما قاليش بمعدلها، ولكن عن طريق الوحدة سنتيمتر على الثانية تعني معدل. وبالتالي هنقوله من المعطيات ان د س على د ن شو بتساوي؟ 0.05 سنتيمتر على الثانية. هذا معدل تناقص العرض. تناقص يعني بنقوله ناقص، مظبوط؟ لأن قال ينكمش وقال ينقص، فبالتالي هتكون الإشارة بالناقص. تمام. فإن معدل، هذا المطلوب توا مني، معدل النقص في إيه؟ في المساحة. معناها لازم نكتب قانون مساحة المستطيل. كويس؟ قانون المساحة كما نعلم مساحة المستطيل شو بتساوي؟ الطول ضارب العرض. هذه الأساسيات التي تكون لدى الطالب من الصف السابع يعطوا فينا أو الصف الخامس. يعني هذه حاجات كويسة مهمة بتراجع الذكريات مع أي سنوات سابقة. المساحة بتساوي الطول ضارب العرض، تمام؟ حسب المعطيات اللي عندي المساحة بتساوي الطول كم عندي؟ 2 س، تمام؟ ضارب العرض كم؟ س. إذن المساحة كم تساوي؟ 2 س تربيع. تحصلنا على القانون، أهو نكتب المساحة. المساحة بتساوي 2 س تربيع. إذا تحصلنا على معادلة في مجهولين اللي هي م وس، الآن نقوم بإجراء التفاضل. قال لي إيه؟ في أوجد معدل النقص في المساحة عندما يكون العرض 10. العرض 10 شو معناها العرض؟ وين العرض؟ أيوة العرض هو س، عندما س بيساوي كام؟ 10. الآن نقوم بإجراء التفاضل ضمني. كما نعلم هذا الدرس أولا نقوم بتكوين معادلة، ثم نفاضل ضمني، ثم نقوم بالتعويض. هذه خطوات الدرس بكل بساطة. تكوين معادلة، نفاضل، نعوض. لنفاضل معا، ميم شو تفاضلها؟ أيوة د م على د ن تساوي 2 في 2 ب4 س في د س على د ن، لأن س وميم دوال في الزمن. د م على د ن هذا مطلوب،
قولوا د الميم على د النون هذا مطلوب تساوي 4 في س معطى بكم؟ ب10 في د س على د النون هذه موجودة عندي أيضا بسالب نص بسالب 5% لسالب 0.5%. بالشكل هذا نكتبها أفضل لسهولة الاختصارات. نعوض الآن بقيمة س ب10 د س على د النون بسالب 5%. كتبتها على صورة كسر باش تبدأ سهلة عندي في الاختصارات. الآن نقوم بالاختصار. 10 مع ال100 عندي 10 على ال5 فيها 1 على ال5 فيها 2 على 2 فيها 1 على 2 فيها ايه؟ 2. إذا د الميم على د النون يساوي سالب 2 الوحدة سنتيمتر مربع على ايه؟ على الثانية. ونركز على الوحدة كويس، وهذه نبهنا عليها في المحاضرة السابقة أن الوحدات عن طريقها نقدر نعرف شنو عاطيني وشنو يبي مني. شوفوا نرجع الإجابات اللي عطيهاني هو سالب 2 سنتيمتر مربع على الثانية. وين في الخيارات هذه؟ سالب 2 سنتيمتر مربع على الثانية، وتكون هذه هي الإجابة الصحيحة. نزيد مثال آخر للتمكن من هذا الدرس. السؤال أيضا جاء في سنة 2013-2014 للعلوم أساسية. السؤال يقول: مكعب من الجليد يتناقص. معناها إيه؟ الإشارة تكون بالنقص. يتناقص حجمه، معناها بنتعامل مع قوانين حجم المكعب بمعدل 2 سنتيمتر مكعب على الثانية. يعني هو أول حاجة أعطاني شنو؟ أول معلومة أعطاني د الحاء على د النون شو بتساوي؟ بتساوي 2 سنتيمتر مكعب على إيه؟ على الثانية. تمام؟ فإن معدل تغير طول ضلعه، ليكن طول الضلع لام مثلا، ليكن لام هي طول الضلع. قال لي فإن معدل تغير طول ضلعه عندما يكون طول الضلع بيساوي 4 هو نقط معدل تغير اللام، معناها د اللام على د النون، هذا المطلوب. أولا نقوم بتكوين قانون مساحة ولا حجم؟ أعطيني هو معلومة عن الحجم، معناها بنكتب الحجم، علما بأنه قال لي يتناقص حجمه، معناها بندير إيه؟ إشارة السالب ما ننسوهاش. تمام. نكتب قانون الحجم أولا. حجم المكعب شو يساوي؟ كما أخذنا بالسابق في مثال سابق بيساوي لام تكعيب. احنا اعتبرنا طول الضلع او طول الحرف كام؟ لا. وبالتالي هنقول د الحاء على د النون يساوي 3 لام تربيع مضروبة في د اللام على د النون. الحاء تفاضلها د الحاء د النون يساوي لام تربيع مش تفاضلها، ننزل الأس وننقص 1 من الأس اللي هو شو بيعطينا؟ 3 لام تربيع في تفاضلها في د اللام على د النون، لأن الحاء ولام دول في الزمن كما ذكرنا. د الحاء د النون معطى بسالب 2 يساوي 3 في لام معطى بكم قيمتها؟ 4 هي 4 تربيع ضارب د اللام على د النون، هذا مطلوب. احنا بنتأكد شو بيساوي، وبالتالي هنقوله توا الاختصارات سالب 2 يساوي 3 في 16 ب 48 ضارب د اللام على د النون. خلاص توصلنا نهاية الحل. من هذا السؤال نصل أن د اللام على د النون يساوي سالب 2 على 48 بالقسمة على 2 فيها 1 2 4. إذا د اللام على د النون تساوي سالب 1 على 24. الوحدة بتكون إيه؟ طبعا إحنا المطلوب عندي د اللام على د النون طول، وبالتالي بيكون الوحدة سنتيمتر على إيه؟ على الثانية، وهذا هو المطلوب. شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، والآن اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.